السلام عليكم. مع اني شويه مريضه بصح قلت ننزلكم هذا الفيديو. اكيد رانا في حيره باش نطيبوا هادو الايام. جبت لكم اومليت بالباذنجان سهله وبسيطه. صدقوني وليداتكم ما يفيكوش بلي هذا باذنجان، خاطر الاغلبيه نتاع ولادنا ما يحبوش باذنجان. هنا جبت مقله، حطيت فيها شويه تاع زبده، مغرفه تاع زبده، 3 مغارف تاع الزيت. ليسكالوب كان عندي هنا 200 غرام، قطعته وغسلته. بصلة كاملة قطعتها تقطيع عشوائي، يعني ما يهمش خاطر دوك يطيب كلش. من جهة أخرى عندي باذنجان هذاك، غسلته وقشرته وكليته. وتقدروا تشويوه، يعني تشويوه أحسن يجي صحي. هنا ديت هذيك المقلة ديالي للنار، بديت نقلي في البصل تاعي وليسكالوب ولا الدجاج ولا لا فيوند، داشي اللي عندكم اللي متوفر في البيت. هذه الوصفة سهلة وبسيطة، واسمحوا لي على الصوت ديالي، ولا راني في حالة بلا قريب. ربي يشفيني ويشفي كل المسلمين يا رب. بعد ما قليت مليح بصل ديالي وليسكالو مع الزبدة والزيت، دوك نزيد التوابل. الملح، الفلفل، كركم، توابل الشاورما اللي عندكم في الدار. هنا ما زيدش حتى تقلاو مليح، بزيت التوابل وزيت نص كاس تاع الماء، ما تكتروش الماء، نحتاج الطبق ديالي ناشف، جوست هذاك الماء باش يطيب لي الدجاج ديالي والبصل تاعي. بعد ما نشفو كل السوائل كما راكم تشوفوا، راه نزيد في التوابل ديالي قلت لكم. كيفاش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ان شاء الله عودة ميمونة راهم يقراو التلاميذ للطلبة للأساتذة للمعلمين. هذا الفصل الثالث قصير، ربي يوفق كل التلاميذ ديالنا وكل الطلاب ان شاء الله يا ربي. الامتحانات الرسمية شهادة البكالوريا والبيواف او البيوام راهو عما قريب ان شاء الله. ربي يوفق الجميع، ما تقلقوش وليداتي. التعب ديالكم ان شاء الله ما يروحش هكذاك. بعد ما وجد هذاك الحشو ديالي تاع الاومليت، حطيته بجيه. دوك عندي هنا 2 مغارف حتى ل3 تاع الخبز المرحي. باذنجان كيما قلت لكم سوا تقليوه سوا تشويوه. شويه زيتون مقطع رقيق، معدنوس، البيض والفرماج. والله صدقوني هاد لوملات ولا هذا الطبق ما يفيكولوش خلاص وليداتكم، خاطر لا بلوبار ما يحبوش باذنجان. وتقدروا تبدلوا، الى الناس اللي ما تحبش باذنجان ديروا بلا كورجات عادي. لازم ندخلوا النظام الخضر لوليداتنا والعائلة، افراد العائلة ديالنا. تقدروا تزيدوا 2 حبات تاع الزرو ديال السكر في جوهم وتحطوهم مع هذاك البصل والدجاج. جبت طبسي كبير، حطيت الدجاج ديالي مع بصل. حنزيد باذنجان اللي قليته، نزيد 2 مغارف تاع لاشابلوغ حتى ل3، معدنوس مقطع رقيق، الزيتون. تقدروا في بلاصة الزيتون تحطوا الطون مع الدجاج عادي. زيدوا الفرماج كان عندي هذا المثلثات كما راكم تشوفوا، تحطوا 3 حتى ل4. المقادير على حساب افراد العائلة ديالكم. وباش تجينا اكيد الطبق ديالنا والوصفة ديالي لازم نزيدو البيض. انا حطيت هنا 4، كل ما تحطوا البيض كل ما يجيكم بنين. الملح انا ما زيدش خاطر كان زيتون مالح، الخبز مالح، باذنجان مالح، الدجاج مالح، حاولوا نقصوا الملح.
أكيد من 40 سنة لفوق لازم نقصوا الملح والسكر. أنا زيت غير توابل الكركم والفلفل الكحل، نحط البيض ونشوف. تقدروا تاني تشويو الفلفل طرشيه 2 حبات وتزيدوا، والله تجي هذه الأومليت صحية وتجي بنينة، خاصة إذا كان شويتو الخضر. إن شاء الله ما تبخلوش عليا بالجام. تعليق حلو كيما نتوما، فعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديدي، باش تكبر القناة ديالنا إن شاء الله، ونجيب لكم إن شاء الله الأشياء يعني السهلة والبسيطة في متناول الجميع، خاصة مع الناس الغلا القدرة الشرائية. الله المستعان، ربي يعين الجميع. هنا في المقلاة زيت حطيت مغرفة تاع الزبدة وشوية زيت باش نكمل الطياب تاع الأومليت ديالي بالباذنجان. كي دابتي الزبدة وهداك الزيت حطيت هداك الميلونج اللي درتو، في الأخير تحصلت على أحلى طبق، مداش مني وقت، يجي بنين، خاصة إلا درتو شويتو الخضر. واللي لحق نهاية الفيديو نقول لك شكرا لك. القناة قناتكم والبيت بيتكم. نحاولوا نسويو السطح تاع يعني نستويو هداك تاع الأومليت ديالنا باش تجي قد قد. دخلوا بناتكم للكوزينة، ما تخليوهمش، لازم يتعلموا، خاطر احنا الأمهات ما راحش ندوموا لهم، حتى ولو قعدنا معاهم نكبروا نمرضوا، عندها بنتها ولا عندها اختها صغيرة تدخلها للكوزينة، ها هو الأومليت ديالي بباذنجان والخضرة جاي يهبل، جا بنين أحلى طبق، وصدقوني زيدوله شوية فروماج واحد ما يفيق. شكرا لكم والسلام عليكم.